الاختبار النهارده كان اختبار صعب شويه، وهي ان احنا هنجيب حد كفيف وهينزل الشارع. انا اسف في الكلمه، بس هو حضرتك كفيف؟ ويطلب ان الناس تساعده في حاجات بسيطه جدا، وكنا عايزين الاول نشوف رد فعل الناس هتبقى عامل ازاي. بس حلو قوي هنا يا عاطف، خليك واقف هنا. هنا حلو قوي لو سمحت. يا فندم، لا ثانيه واحده، ثانيه واحده بعد اذنك، بعد اذنك ثواني. ايه اللي حصل بالظبط؟ طلبت اوبر عادي جدا، الاوبر جه. مساء الخير، مساء النور، حضرتك فين؟ انا والله هروح الحته الفلانيه. هو انا اسف في الكلمه، بس هو حضرتك كفيف؟ معلش انا متاسف جدا، مش هقدر اطلع الرحله دي. ايه المشكله يا صاحبي؟ في حد بتاع طلبات وقف بيستفسر على اللي بيحصل. المشكله دلوقتي ان الاستاذ كفيف، دلوقتي هو طالب رحله، تمام؟ فانا بقول له الغيها عشان انا ما اقدرش اتحمل مسؤوليته ان هو يركب لوحده. حضرتك هو دلوقتي طلبني، هو دلوقتي ينفعش، انا ما اضمنش يتعب مني، يحصل حاجه يكون يحصل اي حاجه. اسمعني، ايه يتعب؟ هو مش هيتعب، هو مش تعبان. هو بيتكلم في الصح يا صاحبي. يا فندم انت دلوقتي مش في حاجات في شغلك تنفع وفي حاجات في شغلك ما تنفعش. دلوقتي صلى على النبي، هو الاستاذ طالب اوردر، تمام. طالب رحله، صح؟ تمام. معلش بقى، انت ما يخصكش معاه مرافق او لا، هو عارف المكان انا اللي عارف هو رايح. طريقي وهو جه على اللوكيشن. لا معلش في بقى، بقى عليك مشكله، انت، لا، في مفيش مشكله. مشكلة، طب ثواني اسمعني، مش ده شغلي. بس. يا رب اطلع فوق الشجره، اطلع ما فوق أقدرش الشجرة. أتحمل. انا مش عارف اعمل ايه والله. اعمل اللي تعمله يا فندم دي حاجه انا ما اقدرش اشيل مسؤوليته يا فندم. الراجل بيقول له انا شغال اوبر بقالي 7 سنين، مفيش حاجه بتقول كده. مسؤوليته هو حصل ايه؟ هو حصل ما اقدرش اشيل. لا قول له اخاف اوديه مكان يتوه. اخاف اوديه مكان يتوه، يبقى رايح لا والله انت طب ما تطلب اوبر تاني. لا انا مش هطلب اوبر تاني يا جماعه، انا مش انا هطلب. مش لا لا انت عايز مش نعم يا عم ماشي، هو الراجل ده سيبه بس، سيبه عشان هو ايه يعني على راسي. ماشي، مش هينفع انك تقدره في الشارع. والله ما قدرته، انا مش ماسكه، انا عايز اخد بعضي وامشي عشان اشوف شغل. انت مش عايز تطلع الاوردر صح؟ حضرتك وقف. هو ما كتبش اي ملاحظه يعني إيه ما في الريكوست بتاعه. خلي بالك هو ما فيهوش مسؤوليه. هو ماله الراجل انا يعني خلاص انت بحب مش ان عايز اللي تطلع يركب الأوردر. معايا ما خلاص يبقاش تمام. فيه اي خلاص مسؤوليه تمام. عليا. كنسل الأوردر. حد اللي زي كده لو معاه حد على راسي خلاص، كنسل ما عنديش الأوردر. اي كنسل مشكله. الأوردر. بس طب ممكن اطلب منك طلب؟ اطلب منك. اتفضل. الراجل خده على جنب يكلمه. راعي بس حته نفسيه معينه، هو مش عايز يحس ان انا عندي مشكله. اصل كل واحد هيجي هيعمل كده معاه هو بقى هيزعل منه، فاهم؟ هو بيقول لك مش عارف اقول لك ايه الصراحه. طب ما انا يا لا فندم، معلش انا مش همشي، مش عشان حاجه. لا انت غريب قوي على فكره. انا اللي غريب. بقول له دي عربيتي، الغي الرحله وانا اخد بعضي وامشي. بقول لك انا بقالي 7 سنين عمري ما قلتها لحد. مش طالب رحله؟ ايوه بس يلا، هو حقه يوصلني. يلا يلا اركب بس، اتفضل اسمع مني، اركب. اتفضل. ما انا هركب، ما تنزلش. ما انا مش هنزل، حقه يوصلني. اتفضل بقى، انت بقى عايز تكنسل يلا. خلاص خلينا قاعدين، خلينا قاعدين يا عم. خليك قاعد جوه يا عم. انا بقى اطلب منك طلب. معاك تليفون؟ اطلب النجده ما أنا- وانا معاك. انا كلمته. ماشي انا هظبط لك الدنيا. ماشي، انا هعمل كده. خلينا قاعدين. اطلب النجده، يلا اطلب النجده والله. اقول لك يعني ده اعتداء على عربيتي والله. انا واحد عايز اخد بعضي وامشي، مش انت هتعب مش في عايز تطلع الحوار. الاوردر صح؟ اه خلاص خلاص كنسل. انت ما لقمة عيش طيب. طب ما انت بتأذيهم. انا ما أذيه، انا بقول له كنسل واطلب انت اللي مش عايز تطلع الريكوست. اطلب اوبر تاني مش عايز تطلع عشان انا الريكوست. عندي خلاص، عندي بص، مشكله في هو حل من التيست. الحلين صح، يا تاخده يا تلغي الريكوست. اكتب انت الكومنت. كنسل واكتب كومنت. هو رايح فين؟ سيبك منه، النجده هتيجي دلوقتي وانا بقول لك اهو، النجده هتيجي وهتروح انت هو الاسم، والعربيه هتتكلبش وتقعد لك 3 ايام. ليه؟ عشان هو اللي بقول لك هو ده القانون يا عم في بلدك. يا تاخده يا تلغي الريكوست، ما تكترش. هتعمل ايه؟ طب ما يلغيه هو. انت لا انت اللي هتلغيه. تلغيه. ليه الغيه انا؟ خلاص ليه؟ خلينا طب واقعيين. وانت ليه بقى تأذيني؟ يا عم انت بتأذيه وانت برضه. بتأذيني. اقول لي انا بقى اذيته في ايه لا ما انت مش عايز تاخده يا عم. الراجل 100 100 واقف على الارض وبيكلمنا يا عم. كل حاجه بقدر الله يا عم. يا عم انا ما قلتلكش في ايه يا حاجة عم؟ يا عم ما قلتلكش ماله حاجة. مسؤوليتي ايه يا ما عم؟ قلتلكش حاجه يا عم. امال في ايه؟ ما يطلب اوبر خلاص تاني. كنسل الريكوست. هو ايه يا عم الافتراء اللي انت فيه ده؟ طب وانت ليه بتتكلم ما انت بتاع؟ يا اخي. طب بعد اذنك، بعد اذنك. طب الغي الريكوست ولا هتاخده؟ حضرتك تقبل لي الاذيه في شغلي انت يعني؟ اذيته وانت برضه. قابلتني والله والله ده عليا الحرام ورحمه ابويا اذيته. في ايه؟ انت اذيته نفسيا. والله ما قلت اسمع له بس، حاجه. انت اللي انت بتعمله ده نفسيا مش اكتر من الجثه. انت عايز تقول ايه تاني؟ والله ما قلت حاجه. انت يا عايز جماعة. تقول هتلغي الريكوست والله يا ما ابني قلت. ولا افك عليك؟ قال لك الغي الريكوست يا عم. يا عم قال لك الغي الريكوست يا عم. هتلغي ولا ما ما تسمعش الكلام. خلاص يا عم خلاص. معانا الراجل ده معانا وده معانا
وكله تمام. يا راجل حرام عليكم يا جدعان. تعالى يا باشا تعالى. انت بتقول له انا شغال اوبر بقالي 7 سنين. والله عادي، انا شايف بيقول حاجات غريبه يعني. هو قواعد حطها من عنده. كلام اول مره تسمعه. انا عمري ما شفتها. انتوا ايه ملمومين بتعملوا ايه في القصه؟ ايه الحكايه؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه اللي حصل؟ انا شايفك انت كنت واقف في طلبات حرفيا يعني عندك اوردر متاخر عليه. حولت 3 4 اوردرات والله ايه الاخبار؟ تمام يا عم الحمد لله. يا عم انت 100 100 وزي الفل. ايه اللي حصل؟ مش عايز يركبه يا عم عشان خفيف. ضايقك الحوار؟ يا عم ما ينفعش. الراجل ده معانا والراجل ده معانا على فكره. انت كنت معدي سمعت اللي انا بيحصل؟ معدي سمعت لقيت الموقف وقفت بصراحه. انا وقفت عشان ايه اللي خلاك تتحرك يعني؟ ايه اللي خلاك تقف؟ ده اخ ليا من غير اي حاجه يعني لله. انا قلت له تعالى اوديك والله. والله قلت له تعالى اوديك توصله بالمكنه وكنت هركب معاه بس لولا المكنه برضه. على دماغنا والله العظيم. ايه اللي ضايقك بقى؟ الراجل ده قال له الراجل ده بيقول له مش هتحمل مسؤوليتك. ايه مسؤوليته اللي يتحملها؟ الراجل زي الفل ما فيهوش اي حاجه. كلنا معرضين ان احنا ممكن في ثانيه نبقى كوفه، فكلنا عادي ممكن نموت واحنا واقفين. صحيح. ما ينفعش. مسؤوليتي يا عم كلها اقدار بيد الله.